السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة في الكورة فعلا مجنونة. النهاردة هنحلل ماتش الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، وعندنا فيديو جميل إن شاء الله يعجبكم، وهتكلم في كام نقطة كده مهمين، وإن شاء الله يحوز على إعجابكم الفيديو. الله عليك يا أهلي، الله عليك. زي ما قلت من يومين وقلت لكم الاهلي هيغلب 2-0. هو غلب 4-2، يعني برضو فرق جونين. الشوط الاولاني الاهلي غلب 2-0، متسيد الماتش تماما، وكان مضيع فرص وفيوتشر بيتفرج عليه، والماتش رايح ان الاهلي هيغلب بسكور. للدقيقة 66 او 70 الاهلي برضو في الشوط التاني مضيع فرص وغالب 2-0. تمام. انما اللي استغربته، يعني مش اللي استغربته قبل ما اقول موضوع الاستغراب وكده، ان الاهلي ما شاء الله عليه بيفوز من غير الشناوي، ومصطفى شوبير كان موجود. يعني الاهلي بالشناوي ومن غير الشناوي الله عليه، دايما نشرفنا، ودايما فريق متماسك وقوي. اول نقطة عايز اتكلم فيها، جنش بتصريحاته من يومين ضد اتحاد الكورة، اما قال انا مش مصري وانا هندي ومش بياخدوني ليه، وانا احسن جون في مصر، و اتحاد الكورة مش مركز وبيركز في الخروجات، مش مركز في اللعيبة في الدوري. فطبعا كانت تصريحاته قوية خالص، وطلعته من المباراة. وتقريبا 3 اجوان من الاربعة غلطته، كانش مركز خالص. الجون الاولاني بتاعه تماما، التاني برضو طلع غلط، التالت يعني صعبة، الرابع برضو انفراد. بس جنش ما كانش في حالته، والتركيز بتاعه ما كانش موجود. احنا عارفين ان جنش شخصيته يعني أكروباتية كده وفاني ومثيرة للجدل، حتى في لعبه وفي طريقة صد ضربات الجزاء زي ما قلت لكم من يومين. فالنهارده جنش كان اوت اوف فورم تماما، ما كانش موجود ذهنيا. اتنين، برضو مصطفى شوبير لسه حارس جديد متحمس وشاطر وكل حاجة، بس غلط غلطة عمره النهاردة في الجون الأولاني اللي جه فيه. الجون التاني لا يسأل عنه عشان الكرة خبطت في المدافع. فبرضو مصطفى لازم يركز أكتر من كده. هو جون جميل وكويس، احنا مش بنجامل أحمد شوبير، بس هو يعني ان هو بروميسنج، وهو كحارس مرمى يعني واعد، وان شاء الله هيبقى له مستقبل كويس. كولر النهارده امه دعياله، وانا عايز اقول لكم بصراحه، الاهلي بمدرب او من غير مدرب بيغلب. والامثله كتير. محمد يوسف جه مسك الاهلي سنه ولا سنه ونص، خد بطوله افريقيا معاه. حسام البدري، مانويل غوزيه، حاجه وعشرين بطوله مع الاهلي. كولر داخل في 7 8 بطولات. النهارده كولر استهان جدا بالماتش بعد الشوط الاولاني، وعمل مصايب في الشوط التاني. طلع كهربا وامام عاشور وبيرسيتاو والشحات، طلع الرباعي الهجومي القوي الحريفه بتوع الاهلي كلهم، وقال لك بقى نزل كريم فؤاد، ونزل كام واحد كمان بداله، بدل التانيين. وايه، الماتش خلاص هيخلص 3 4 5، وكان ماشي في الطريق ده. بس انه يطلع الاربعة مرة واحدة ويفرغ الفرقة، ما كانش عامل حساب ان مودرن فيوتشر ممكن يعمل ريمونتادا او يرجع. يعني الجون الاولاني لغلطة شوبير ادى امل شوية طبعا لمودرن فيوتشر. هم يعني طبعا ما عندهمش اللعيبة اللي هي الكواليتي بتاعت النادي الاهلي. يعني هم برضو عندهم يعني عمرو السعيد، عندهم احمد عاطف، يعني عندهم كام لاعب حلوين كده، بس ما كان ناقص منهم ناس كتير النهارده. فيعني انا كنت متوقع الاهلي يغلب 2-0.
ومتوقع ان الاهلي يغلب. الاهلي يعني ما فيش مقارنه بينه وبين فيوتشر، ما شاء الله. فهم بعد ما جابوا الجول الاولاني اتحمسوا ومسكوا نفسهم وجابوا التاني. الاكسترا تايم بقى الاهلي كالعاده خلص بهدف موديست وهدف كريم فؤاد. مش معناته ان موديست جاب الجون ده ان هو قدم اوراق اعتماده. انا متاكد وعلى يقين ان هو صفقه فاشله للنادي الاهلي وما ينفعش، بس ربنا كرمه. يعني احنا في الكريسماس وراس السنه، فربنا يعني ايه نفخ في صورته شويه. وكريم فؤاد بقى الجول الرابع عمل فيه شغل حلو عشان قطعها كويس من الراجل الكاميروني وانفرد وحطها على يمين جنش. نرجع نقول الاهلي دايما فريق عظيم، فريق قوي، اداره ممتازه، لعيبه الكواليتي والجوده بتاعتهم ممتازه، وما عندهم يعني جايبين ناس قويه. كل ده اليو ديانج الدبابه كمان ما بيلعبش معاهم. يعني الاهلي لما بيجي يغير بينزل قفشه وممكن ينزل اليو ديانج وكريم فؤاد، وعنده مروان عطيه يعني، ومحمد عبد المنعم بصراحه يعني راجل ورا في الدفاع ما شاء الله عليه. انا بحبه جدا، مدافع قوي وصلب ومش بيهزر. وياسر ابراهيم كان مصاب النهارده بس اتعوض يعني، رامي ربيعه عوضه. ف يعني كان متوقع ان الاهلي يفوز. ومودرن فيوتشر على قد حالهم، على قد مجهوداتهم لعبوا وتعدوا، بس طبعا يعني ايه الاهلي بعد كده فرمهم. حاجة تانية عايز اتكلم فيها، البث التلفزيوني النهاردة احداث كتيرة في الماتش مش بتيجي، والراجل مركز على الجمهور ومركز على العيال الصغيرة اللي في الاستاد ومركز على البلالين ومركز على الأعلام لمدة طويلة أكتر من 15 20 ثانية، وفي أحداث بتحصل والكرة والماتش شغال وهو قاعد بيركز في الجمهور. يعني طيب ما احنا عايزين نشوف ايه الأحداث. يعني كانت أحداث مهمة، جوان جت وكان في الفار بيعمل لها تشيك، الحكم بيعمل تشيك للفار والراجل قاعد مركز مع الجمهور. فالبث التلفزيوني كان صعب قوي النهارده وينرفز. حاجه كمان الحكم كان المفروض يطرد مروان عطيه، عمل كام فاول كده، خد انذار وعمل كام فاول يستاهلوا الانذار التاني. في المجمل مبروك للنادي الاهلي، على طول مشرف الكره المصريه وبيسعد جماهيره، وكان ماتش جميل وحلو. ومودرن فيوتشر على قد ما قدر عاند وعافر، بس الاهلي بالسكواد اللي عنده ده واللعيبه دي يعني محدش يقدر يقف قدامه. على ما اعتقد بعد كده هيبقى في يعني توقف لاستعداد المنتخب لبطولة افريقيا، افريقيا في كوت ديفوار. وهنخش بقى على بتحليل بقى ماتشات افريقيا المفروض تبقى جامدة، وهنحلل مع بعض ان شاء الله اختيارات بريتوريا مدرب المنتخب، ونشوف بقى كتيبة محمد صلاح هتقدر تعمل ايه في افريقيا. احلى ختام واحسن ختام للنادي الاهلي ما شاء الله عليه. راح خد المركز الثالث، فلوس دولارات خد المركز الثالث في كاس العالم للانديه، وخد السوبر المصري كل ده في اسبوع، ومره في السعوديه ومره في الامارات، وما شاء الله يعني. كل التوفيق للكره المصريه، واشكركم انكم صبرتوا معايا في الفيديو ده. والاهلي دايما عظيم وفريق جامد، وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية مع الكورة دايما مجنونة. انبسطنا من ماتش النهاردة، ويا رب دايما على خير وصحة وسلام، وكل سنة وانتم طيبين. الى حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا.